مع الزميل عماد هواري. باسكال مشعلاني قدمت لشاشة روتانا والجمهور كليبين، الأول لأغنية حبيبي غير، والثاني للأغنية التي حملت عنوان الألبوم بحبك أنا بحبك. اليوم تعاون ثالث مع المخرجة ليال راشحة لأغنية سلمتك قلبي، فلمن سلمت قلبها يا ترى؟ سلمته من زمان أنا عد لنعد. سلمته لجمهوري، سلمته لبلدي، سلمته لأمي، سلمته لحبيبي، سلمته للروتانا، سلمته لمين؟ للكل بحبوني. بسلم لك قلبي في تكنيك جديد بالإضاءة، بالليزر، بالأوروبي، بالتغيير ككل بكل شيء. يعني كتير لاعبين لعبة اشياء حلوة، وأنا كتير هيك حبيته للكليب. بحس إنه حيكون في شيء جديد بإذن الله. وأنا بحب أتعامل مع ليال لأنه كتير كمان بتنبسط مع حدا بيفهم عليك على الطاير، بيعرف بالنظرة انت اللي بدك اياها شو بده يطلع منك، وهون بتحب او هم بتحب. اغنية بتقول حتشوفني في كل مكان حواليك وهيك. بقى دايما وقت انت يعني حسلم لك قلبي، يعني وقت تسلم قلب شخص قلبك بسرعة، المفروض يكون هيدا the perfect man، يعني in all senses. يعني تتوصل له لهيدا الزلمة عم تقطع من ست لست، بتشوف هونيك قلة مثل طريق طويل تتوصل له لهيدا الحدا اللي هو يمكن untouchable وما بتقدر توصل له ابدا، لانه هيدا الشيء منه موجود بحياتنا، كلنا بشر وكلنا منا بيرفكت بالنهايه. بالنهايه كيف حتكون؟ بدها توصل له اكيد. كان كل همي اني اعطي صوره جديده لباسكال ما تشبه حالها باي شيء، وبنفس الوقت انا بحس انه على طول الفنان المفروض يفرض صوره جديده لحاله، لحتى هو بينه وبين نفسه يضل مرتاح لحاله ويقدر يقدم الافضل. مثل ما بتغني اقدم لحن جديد واغنيه جديده، المفروض اقدم لوك جديد معه. شفتها بالاشقر وحبيت، لانه الصراحه اذا بتشوفها كثير اللون اللي بقلها وعطيها لها شيء شارب. اليوم فكره كليبها هي شوي كثير غريبه وشوي جديده، وهي واكثر الميك اب وجديد كمان، واللي هو هلا كثير جديد انه نحن اليوم تعاملنا بالبرودوي بميك اب اللي بيحمل اسم توقيع بسام فتوح، اللي هو الكرياسيون تبع بسام فتوح. انا غير الشعر كمان موديل، وعلى طول كنت حابب نبش على فكره جديده وعلى فكره حلوه، وزبطت. حسيت حالي انه انا بقدر اكون بهذا المطرح، وباذن الله اكيد حتكون حلوه. خلال الحديث عن الكليب زفت لنا خبر تعلنه لأول مرة، يستحق أن نقول لها مبروك. ثانك يو. أنا سعيدة مع روتانا وسعيدة مع علاقتي الجيدة جدا بروتانا ومع اس اس ال من هندي اللي في صداقة قديمة ومتينة، وسعيدة بالنجاح. بحبك أنا بحبك مع روتانا كعمل ككل بكل شيء. فرجعنا مثل ما قلنا جددنا، والله يوفقنا ويكون معنا وتكون دايما روتانا هالسنة واللي جاية بكتير نجاحات، بكتير أفق، بكتير مع فنانين مع الكل إن شاء الله يا رب. السينما صراحة سألتني، يعني بهذا الأسبوع في عملين أنا قريتهم كمان ما لقيت حالي فيهم. في شيء مسلسل انه انا بكون بنت حاره ما حاره كمان ما حسيت انا فيه. في دور تاني كمان ما انا حسيت فيه، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه بال 2010 في سينما، لانه كثير عم بيجيني اشياء لابد لازم انا اعمل كاتش لواحد يكون انا حاسه حالي فيه وحبي باسكال ومصدقه.